وجيت ازوره. نعم. فالسبب الثاني هو الشغل اكيد، يعني عم نشتغل انا وميدو على فيديو ان شاء الله رح يجهز بشهر 12. وعندي كم من انترفيو هون وهناك وهيك يعني. حلو كتير. وشو قصة ليلات اللي عم نسمعها هلا مباشرة لأول مرة عبر صوت المدينة؟ أول إشي شو رأيك فيها؟ لأنه رأيك كثير بهمني. يعني أغنية رائعة جدا واختيار موفق أكيد ليان، وهلا رح نسمعها للمستمعين لأول مرة في شوشرة جديد. ليان بزلميط ليلات، أكيد أغنية كتير حلوة هالأغنية، رح نعرف عن هالأغنية أكثر منك مباشرة. أكيد. بدك أحكي لك عنها هلا ولا بعد نسمعها؟ لا نحكي عنها هلا عشان نسمعها بعديها هيك شوي شوي نسمعها. رح نسمعها أكثر من مرة في حلقة اليوم على فكرة. خلص ممتاز. الأغنية هي كلمات الشاعر الأردني عمر ساري، وألحان الملحن الأردني محمد زيدان، وتوزيع أكيد خالد مصطفى كفو، بوجه له التحية. هالأغنية يعني حسيتها كثير، يعني سمعت عدة أوبشنز وعجبتني هاي أكثر إشي، كلامها جدا جدا حبيته يعني بشكل غريب، ولحنها ما بدي أقول لك شو عمل فيه بس سمعته هيك سمبل بنفس الوقت مش عادية، فأنا هيك بحب فحبيتها واخترتها وزي ما الكل بقول لي إني توفقت باختيارها، فإن شاء الله يكون جد حكيهم بمحله يعني. يعني أكيد توفقتي بالاختيار، وهلأ رح تسمعي آراء المستمعين في هالأغنية إذا كنت عم تسمعي برنامجنا من مصر. ليان بدي أقول لك ألف ألف مبروك على هالأغنية. هل هاي الأغنية رح تتصور على طريقة الفيديو كليب؟ ان شاء الله انا عم بفكر بالموضوع اكيد، بس هاي تصويرها رح يتم ان شاء الله لسه لقدام، يعني كمان في 3-4 اشهر، بس اكيد مفكره اصورها. طيب ليان، يعني احنا دائما داعمينك ودائما معك اكيد، وخاصة انه هالاغنية تسجلت هون في الاردن، وهالاغنية طبعا رح تنتشر عربيا كونه اللي بتغنيها ليان بزلميط. اكيد ليان بندعي لك بالتوفيق دائما. ليان يعني هالاغنية كانت من اختيارك، قلتي لي انه حسيتي هالاغنية، حسيتي انه هاي الاغنية اللي بتشبه ليان. مزبوط. طيب بدنا منك إهداء بصوتك تحكي إنه اسمعوا جديدة عبر صوت المدينة ليان بزلميط عشان نسجلها وتصير تنزل دايما مع الأغنية. أحكيها هلا؟ يلا. اسمعوا جديدة عبر إذاعة صوت المدينة، معكم ليان بزلميط. يا عيني عليك يا ليان. ليان طبعا يعني مش متخيلين هيك انه الحوار جدي شوي وما في ضحك مع ليان، دائما هيك في ضحك بيكون ومعظم الحوار بيكون مزح، لكن شوي جديين احنا اليوم كونه في اغنية جديدة وانت هلا في مصر وعم بتسجلي اغنية وكذا وكذا وكذا. على كل حال ليان، لمين بتهدي هالاغنية؟ يا امي هاي الاغنية بهديها لمين؟ بهديها لكل حد بحبني. قديش الجواب يعني دبلوماسي. حسيت. لا يعني ما في حد معين بهديه اياها، بس يعني تقريبا بهديها لكل الطلاب تاع ستار اكاديمي اللي انا بحبهم، خصوصي سلوم وميدو اكيد يعني. يعني اكيد كل التحيه اليك وتحيه للجميع. وليان، هاي الاغنيه لمده اسبوع رح تدخل في تنافس ضمن برنامج شوشره في فقره اسمها حرب النجوم، رح تكون هالاغنيه عم بتنافس على لقب البرنامج ما بينها وبين اغنيه احمد عزت الجديده. لا بدك انا انافس ميدو. يعني هدول الاغنيتين عم يتنافسوا. عم يتنافسوا لمدة اسبوع، ورح ناخذ اصوات من المستمعين عن طريق الاتصال والاس ام اس والايميل اكيد. خلص هاي احسن منافسة بالحياة، لانه وين ما فايز رح اكون مبسوطة بصراحة. يعني برضه دبلوماسية بالجواب. لا بس وحياة الله عن جد يعني الا ميدو صراحة، يعني حالة خاصة ميدو يعني. طيب خلص وصلي له التحية منا اكيد، وخليه برضه هو يسمعنا ويسمع اغنيته عنا في صوت المدينة. أكيد. ليان ثانك يو اكيد، وكثير المسجات اللي عم توصل مباشرة من لما سمعنا الاغنية، عم توصلني كثير مسجات، ومن الجروب تبعك عن طريق الفيسبوك عم يوصلني مسجات. كل التحية لكل اللي بحيوك يا اكيد، وليان كل التحية لك، بنتمنى لك النجومية والتوفيق والنجاح. تسلم يا رب، كلك ذوق محمد. شكرا لك. يا هلا. اذا مستمعينا خلينا مع جديد ليان بزلميط، لاول مرة بنسمعها في شوشرة ليلات.
إذا معنا اتصال على